بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أحبتي، إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير وأفضل حال، وأعتذر عن الغياب. هنا طبعا هذه الوصفات غنية عن التعريف، يعني تغنيكم عن الدواء وعن الصيدلية في هذه الأجواء ديال البرد إن شاء الله، فصل الخريف والشتاء كذلك، الكحة والبرد والنزلات البردية جميعا إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد. هنا طبعا عندنا الكرموس أو ما يسمى التين. هنا طبعا تنقطعو أنصاف أو يعني عشوائي وتنحطوه في الفرن، يعني 80 درجة حتى 90 درجة تيتعسل كيف ما تلاحظوا. ممكن تحطوه في الفرن بعد ما تخبزوا الخبز، تحطوه في داك الصاد ديال كل مرة تيتعسل، او ممكن تحطوه في الفرن الكهربائي. تقطعوه طريفات صغار، تحطوه في الفرن الكهربائي باش تيتعسل هكذا كيف ما تلاحظوا. تناخد واحد القنينه محكمه الاغلاق ومعقمه تنحطو فيها يعني قطع صغيره، تنضيف ليه زيت الزيتون، يعني بسيط جدا، وصفه سهله وبسيطه لكن مزيانه وغنيه بفيتامين دي، ويعني تغنيكم ان شاء الله عن الدواء في هذا الجو ديال الخريف وديال الشتاء وديال الربيع كذلك. هنا طبعا تنضيف على زيت الزيتون، تتعمر بزيت الزيتون، ما نخليش نهائيا الفراغ بين، يعني خص تكون الزيت تطفو على الكرموس يعني باش ما يضيعش. طيب ممكن تضيفوا فيه داس الثوم، وممكن تضيفوا فيه شويه حبوب السمسم. وطبعا غنقول لكم الوصفه كي تستعمل من بعد. هنا طبعا الوصفه الثانيه ديالنا هي نفس الطريقه، نقطعوا طريفات صغار وقطع صغيره، تنحطوه في كاسرون او حله على النار، تنضيف ليه نصف كاس ديال الماء او كاس، ممكن على حسب الماء على حسب الكونتيتي او القدر اللي عندكم ديال الكرموس. اللي عندكم كتير ممكن تضيفوا كاس ديال الماء، ومن طبيعه الحال الا درتو التين الجاف ممكن تستعملوا 2 كيسان او كاس ونص تقريبا، يعني المهم اللي يطيب لكم الكرموس. هنا طبعا الكرموس راه طري، داكشي باش ما درتش الماء كتير. خليته طبعا تنشف فوق النار مهيله، تنشف جيدا من الماء، ثم ضفت زيت الزيتون. هنا زيت الزيتون ضيفوا القدر اللي تحبوا نتوما على حسب الكونتيتي اللي بغيتو، وعلى حسب الا بغيتو يكون جاري ولا بغيتو يكون ثقيل ولا. انا طبعا الزيت ما خليتوش تيتحرق، يعني هي دفى معايا الزيت مع الشريحه مع الكرموس طبعا، عفوا. صافي تحطو هنايا في هذا البغاميكسور، وتنضيف الزيت على حسب القدر اللي بغيت انا ديال القوام ديال يعني المربى او المعجون اللي بغيت انا. هنا ضفت الزيت وتنطحل بالبغا ميكسور حتى وصلت واحد القوام اللي حبيت انا هكذا. وغنضيف العسل كذلك، فاش تضيفوا العسل عاود طحنوه بالبغا ميكسور مزيان. بغيتو تضيفوا العسل والزيت كتير ممكن ديروا في العسل والزيت كتير تيولي بحال املو. انا هذا هو القدر اللي بغيت انا، يجيني بحال المربى. ممكن نستعملوه مع الخبز، وممكن نستعملوه يتكال هكذاك بوحديتو، يعني غذاء ودواء كيف ما قلت لكم. هنا طبعا عندي واحد القنينه معقمه درتو فيها، ودائما كيف ما قلت لكم دائما يكون الزيت يكون يطفو على الزيت، يكون هو الفوق، يكون الزيت يغطي الكرموس من الفوق، باش ما يخسرناش الكرموس، باش ما يضيعش الكرموس. تنحطوه في البلاكار، ماشي ضروري يكون في الثلاجه. هنا طبعا بغيت نوريكم الا بغيت تستعملوه كمربى او الفطور او مع الخبز الكوتي للوليدات ديالكم ولا ليكم. هنا طبعا كنعتذر لاني هزت التليفون بيد وتنقد الخبز بيد وما بغاش يتقاد ليا. هنا حطيته شويه، حاولت حطيته باش نوريكم، تيجي ما شاء الله بحال الكونفيتور. هنا طبعا كيف ما قلت لكم ممكن تفطروا به، ممكن تستعملوا الوصفه كيفاش تستعمل. تاخذوا ملعقه صغيره او كبيره على الريق في الصباح، ولا ممكن ملعقه كبيره او صغيره قبل النوم، لا من هذا ولا من الكرموس الاخر، يعني وصفتين بجوج تستعملوا للامراض البرد ان شاء الله باذن الله. واللهم تعالى شفي جميع مرضى المسلمين، واسالكم الدعاء ان شاء الله تعالى بالشفاء العاجل لجميع مرضى المسلمين، ودوم الصحه والعافيه وطول العمر. وان شاء الله الا عجبوكم الوصفات ديالي ما تنساوش الدعم ديالي، شتوا القناه، لاني يعني سنحاول باش نصيفط، لكن غبت عليكم هذا الغياب الطويل. نسال الله تعالى تكون عوده ميمونه، وفي امان الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله.